ايه قلت ايه بقى يا منعم؟ في ايه يا خوخ؟ يوه نسيت اوام الفلوس اللي قلت لك عليها. فلوس ايه يا خوخ؟ شفت، ما انا عارفه اني مش على بالك. عيني عليا، عمرك ما بتفكر فيا. طب يا حبيبتي بس ما تزعليش نفسك، احسن انا لما بشوفك زعلانه بتقهر. فكريني معلش. ما لو بتفكر فيا زي ما بفكر فيك ما كنتش نسيت ابدا، لكن انت اناني. انا اسف يا خوخ، بس معلش فكريني عشان ايه الفلوس؟ هتشتري لحمه؟ لحمة ايه يا منعم؟ الفلوس عشان اشتري قماش للفساتين، وعشان قماش بدلة كمان ليك. صحيح، قماش بدله ليا والنبي. شفت قد ايه انا بفكر فيك وانت لا. متاسف يا حبيبتي، عايزه كام؟ اللي معاك واللي يفضل هجيبهولك. اتفضلي يا حبيبتي، بس والنبي بقى ما تنسيش تجيبي لي البدله احسن يا خوخه، زي ما انت عارفه البدل اللي عندي بقى. عارفه يا منعم، ومش بدله واحده بس، 2 عشان تبقى تغير فيهم. ميرسي يا حبيبتي، والله دايما اقول يا حبيبتي لو في زي خوخه 2. ميرسي يا روحي. ايوه يا هنا. ايه رايك في الكحل الرجالي ده؟ لا كويس. اقطع لك قد ايه، بدله ولا 2؟ طب قول لي قبله، هما ال3 فساتين بتوع الحريمي دول هيقطعوا قد ايه؟ ب 32 جنيه يا مدام. واحد ب9 والتاني ب12 والتالت ب11، يبقوا كلهم 32. والتلات امتار الرجالي ده ب14 جنيه. اقطع؟ لا لا لا، خلي الرجالي ده بقى البعدين، واقطع لي ال3 فساتين. ده القماش الرجالي ده رخيص وهيغلى الشهر الجاي يا مدام. لا معلش، اصل الفلوس مش هتقضي. فرصة هتضيعيها منك يا مدام. لا معلش، كفاية ال3 فساتين، وهخلي البدلة للمرة الجاية. ماشي يا هنا. ايه يا خوخ، جبت القماش؟ يجنن يجنن يا منعم، يجنن. ربنا يخليك ليا، فرجيني. طب غمض عينيك اهو. افتح. فتح. ايه رأيك بقى في قماش الفساتين ده؟ يجنن. ولون القماش ده يهبل يا خوخه. ولون القماش ده كمان يلحس. لكن انهي قماش في دول بقى اللي هعمله بدله؟ بدلة ايه يا منعم؟ دول حريمي. حريمي؟ طب وانا هلبس حريمي يا خوخه؟ لا، تلبس ايه يا منعم؟ دول عشان فساتين ليا. طب وبدلتي؟ اصل بصراحة يا منعم ما لقيتش ولا لون عجبني، فقلت بدل ما تضيع مننا الفلوس في سلقط في ملقط اشتري بيها قماش فساتين. طب وانا يا خوخه دي البدل اللي حلت بقى لونها زي قوس قزح، بقيت ماشي مكسوف منها يا خوخه. ما انا هبقى اجيب لك يا حبيبي. امتى بقى؟ ما انت ضيعت الفلوس كلها. اما انك عجيب يا منعم، هو انت مش هتاخد المكافأة كمان اسبوع؟ ايوه هاخدها بس. خلاص ابقى اشتري لك بقى انت بالمكافأة كلها، وبلاش انا يا حبيبي. او النبي يا حبيبتي، احسن البدل اللي عندي بقت خلاص ما فيهاش نفس وبتكسف منها. خلاص يا منعم، عشان تعرف بس ان انا مش انانية، دايما بفكر فيك. كتر خيرك يا حبيبتي. العفو يا روحي، يا عقلي، يا احسن جوز في الدنيا. يا سلام، زي ما بقول دايما لو في زي خوخة 2. ادخل. صباح الخير يا سيادة المدير. صباح الخير يا سمينة. سيادتك طلبتني؟ ايوه، عايز اتكلم معاك في موضوع على جانب كبير من الاهميه. تحت امرك يا فندم. استاذ منعم. نعم. هو جدك توفى ولا لسه؟ انهي جد يا فندم؟ ابو امك، ابو ابوك، اي جد منهم. دول ماتوا من زمان يا فندم، هما الاثنين، يعني اكتر كده من حوالي من 50 سنة. وانا ما وعدش عليهم. وفاكر اللي انتوا ورثتوه عن جدك؟ ما ورثناش حاجة عنهم يا فندم، كانوا رجالة على قدهم كده. غريبة جدا. ليه؟ امال البدلة اللي انت لابسها دي وارثها عن مين؟ لا يا فندم، دي مش وارثها، ده انا شاريها من جيبي. وشاريها من الانتخانة ولا من دار الاثار؟ لا يا فندم، دي ايه يا استاذ؟ دي مسخرة. احنا عملنا هنا متصل بالجماهير والاجانب، يعني الموظفين اللي عندي لازم يبقى منظرهم كويس. ما انا يا فندم مظهري ومنظري. استنى، تقدر تقول لي لون البدلة اللي انت لابسها دي ايه؟ هو لونها دلوقتي مش قادر احدده بالظبط، لكن كان له اصل، قصدي يعني له قصة. قصة؟ ايوه يا فندم، انا اول ما اشتريتها كانت كحلي،
وبعدين الشمس نقحت فيها خلتها زيتي. يا سلام. وبعدين النطرة أيوة. خلتها رمادي. يا سلام. وبعدين من الشمس والنطرة والهواء خلوها قمحي. ثم تدخلت عوامل الطبيعة من هواء ونطرة وبخار وخلافه إلى أن أصبح لونها كما هو الآن رمادي أو قمحي أو كموني، شيء من هذا القبيل. ما شاء الله، دي مش بدلة بقى، دي معمل أبحاث. على كل حال يا فندم إن شاء الله. إن شاء الله إيه؟ اسمع. نعم. انت الست بتاعتك ما بتشوفكش بالبدله دي؟ لا يا فندم بتشوفني. ومش مكسوفه لك؟ مش مكسوفه ان جوزها بيمشي بالشكل ده؟ لا والله يا فندم دي ست طيبه وقلبها عليا قوي. ازاي بقى؟ كل شهر تقول لي المره دي هجيب لك بدله، وبعدين تعكسها الظروف وتجيب فساتين. يعني الحقيقه ست مش انانيه ودايما تفكر فيا. والمده دي كلها بتوعدك ببدله ولا بتجيبلكش؟ دي تبقى بتفكر فيك. والله يا فندم يعني بقى. يعني ايه استاذ منعم؟ نعم. احب اقول لك بقى قراري الاخير. ايوه. انت هتصرف المكافاه النهارده، واخد بالك؟ يبقى خلاص يا فندم اتحل. ما هو لو ما كانتش هتتحل وتفصل بدله جديده هضطر انقلك. على فين يا فندم؟ على الانتيك خانه. ايه مالك يا منعم؟ اصل المدير هزقني النهارده تهزيق جامد قوي يا خوخ. ليه يا منعم؟ غلطت في حاجه؟ ايوه غلطت في حق المصلحه. يعني ايه؟ قال لي الموظفين عندي لازم يبقى منظرهم كويس ومظهرهم كويس